بشأن المساعدات التي قدمتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، كانت على شكل جانبين. الجانب الذي كان أولا إلى شمال غرب سوريا عن طريق بوابتين وهما أم جدود وعندادات، ومناطق الداخل السوري ومناطق سيطرة حكومة دمشق كانت عن طريق معبر التيهم. طبعا في معبر أم جدود منذ اليوم الأول كانت لدينا ناقلات نفط محملة بمادة المازوت، 30 ناقلة كانت موجودة هناك، بالإضافة إلى مساعدات قدمها أهالي شمال وشرق سوريا والمنظمات التي تعمل في شمال وشرق سوريا، كانت قد جمعتها وأتت بها إلى المعبر. بخصوص هذه المساعدات بقيت لمدة 5 أيام بدون أي رد، رغم محاولاتنا لإدخال هذه المساعدات، لأن الجانب الآخر أو الفصائل الموجودة في شمال غرب سوريا لم ترد على طلبنا أو على مساعداتنا لإدخالها إلى شمال غرب سوريا. في نهاية الأمر تم إدخال المساعدات التي قدمها الأهالي عبر البوابتين، سواء كان معبر أم جدود تم إدخال قرابة 53 شاحنة، وأيضا عندادات تم إدخال قرابة 85 شاحنة. يوم أمس أيضا دخلت مساعدات عن طريق بوابة عندادات إلى شمال غرب سوريا التي جمعها الأهالي. أبوابنا فيما يخص شمال غرب سوريا أبوابنا مفتوحة، يعني نحن كإدارة ذاتية وكخلية أزمة لن نقف عائقا أمام تسيير أي مساعدات لأهالينا المنكوبين، سواء كان في شمال غرب سوريا وحتى في الداخل السوري. كافة التسهيلات نقدمها للذين يقدمون المساعدات مهما كانت صفتهم أو مهما كانت جهاتهم. نحن كإدارة ذاتية طبعا صرحنا منذ اليوم الأول بأننا مستعدين لتقديم أي مساعدات بإمكاننا تقديمها، وكذلك مستعدين أن تكون مناطقنا مناطق عبور للمساعدات من المناطق الأخرى وحتى من الدول الأخرى إلى المناطق المنكوبة. وعلى هذا الأساس أبوابنا وبواباتنا والمعابر الحدودية كلها مفتوحة لتقديم المساعدات. فيما يخص مناطق حكومة دمشق، طبعا القافلات وقفت هناك قرابة 8 أيام. قافلة المساعدات كانت محملة ب100 ناقلة نفط محملة بمادة المازوت، بالإضافة إلى كادر طبي ومعدات طبية ومواد إغاثية كانت للهلال الأحمر الكردي. ناقلات النفط بعد وقوف 6 أيام قبلوا بإدخالها ودخلت إلى المناطق الداخل السوري. فيما يخص الهلال الأحمر الكردي لم تدخل إلى الآن. المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر والتي يحاول الهلال الأحمر إيصالها إلى المناطق المنكوبة عبارة عن سيارتين إسعاف وبالإضافة إلى كادر طبي متكامل مؤلف من أكثر من 15 شخص، وأيضا مساعدات إنسانية أيضا موجودة هناك. هذا بشكل عام وضع المعابر خلال الأيام أو خلال الفترة الماضية منذ انضرب الزلزال المنطقة. طبعا فيما يخص ناقلات النفط التي كانت موجودة في أم جدود، طبعا نقولها بداية بكل أسف نعتذر لأهلنا لأننا لم نستطع إيصالها أيضا، أهلنا في شمال غرب سوريا. حقيقة الناقلات كانت موجودة على المعبر قرابة 8 أو 9 أيام ولم يقبل الطرف الآخر باستلامها. الوساطات التي حاولت المجيء إلى المعبر لاستلام هذه المساعدات، الوساطات وقناة التواصل، في نهاية الأمر كانوا يتحدثون إلينا بأنهم يتعرضون للتهديدات ويتم منعهم من القدوم إلى المعبر. وبعد هذه من قبل سواء قال من قبل الفصائل المسلحة أو حتى مبطنة من قبل الدولة التركية بشكل مباشر، لأن آخر وساطة كانت موجودة بيننا وبين شمال غرب سوريا قالوا لنا بأنهم سيذهبون إلى مدينة الراعي، إلى ناحية الراعي أو بلدة اسمها الراعي موجودة على الحدود السورية التركية للموافقة أو لجلب الموافقة من هناك. والكل يعلم أن الراعي بلدة يوجد فيها قاعدة تركية فيها الاستخبارات التركية الميت. وبعد عودتهم قالوا رفضوا
طلبنا بالقدوم وأخذ هذه المساعدات، وقالوا في حال ذهابكم سوف تكونون عرضة، ستكونون أمام موقف لنا، وهو ما تواجهون بالقتل أو يتم إدراجكم ضمن قوائم الإرهاب. لا، نحن مستعدين لتقديم كل ما أمكن، كل إمكانياتنا سوف تكون مستنفرة بشكل كامل لتقديم كافة أنواع المساعدات لأهالينا المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة. ليس لدينا أي معيار أو أي كميات أو أي هاجس بهذا الخصوص. قرارنا واضح، مستعدين لتقديم كافة المساعدات، ولكن مع الأسف هناك عراقيل وهناك عوائق تعيق وصول هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وهي القائمين على تلك المناطق أو الذين يعتبرون أنفسهم مسؤولين في تلك المناطق هم الذين يعيقون ذلك الأمر. ولهذا ستكون التنسيقات قبل تسيير الحملات، إن وجد تنسيق أو إن وجد وساطات تتكفل بإدخال هذه المساعدات، سنعمل على تسيير مساعدات أخرى وإلى ما لا نهاية حتى نخفف عن أهلنا، وحتى نستطيع أن نكون يد العون لهؤلاء الناس. طبعا نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ اليوم الأول قلنا يجب علينا الآن وضع كافة الخلافات سواء كانت سياسية أو التناقضات الموجودة، وضعها جانبا، لأننا في وضع كارثي، ولهذا يجب تحييد كافة الخلافات قبل كل شيء، والتفكير فقط في كيفية مساعدة الأهالي. وهذا أيضا مناشدتنا هي مرة أخرى نجددها عبر وكالتكم، بأنه يجب تحييد ووضع كافة الخلافات والتناقضات الآن جانبا، واستنفار كافة القوات وكافة الإمكانيات وكافة المستلزمات، واستنفاذ كل شيء من أجل مساعدة أهلنا المنكوبين، سواء كان في الداخل السوري أو حتى في شمال غرب سوريا. هذا هو مناشدتنا للمرة الثانية. وأيضا نكرر ونقول نحن سوريين، وهدفنا الأساسي هو تقديم المساعدة لأخواننا السوريون، ليس بمنية على أحد، ولا حتى هي تعتبر بمثابة أي هاجس آخر. فقط هدفنا هو مساعدة أهلنا السوريون الموجودين على الآن في العراء، الآن بأمس الحاجة إلى أقل المساعدات حتى ليستطيعوا استكمال عيش حياتهم. طبعا منذ البداية نحن قلنا يجب على المجتمع الدولي وأيضا على كافة المنظمات الدولية والإنسانية التي تعمل سواء كانت في المحلية أو الإقليمية وحتى الدولية، أن تكون مساعيها تصب في خدمة المنكوبين. تقديم المساعدات مهم جدا الآن، وأيضا العمل على فتح المعابر الموجودة في المنطقة، سواء كان في شمال شرق سوريا كمعبر الكوشر، وأيضا المعابر الموجودة الفاصلة بين مناطق شمال وشرق سوريا والداخل السوري وشمال غرب سوريا، والضغط على هذه الإدارات أو المسؤولين الموجودين هناك لفتح المعابر. هذا هدفنا. ولكن تقديم المساعدات مهم جدا الآن، لأننا كم الهائل من الأشرطة المصورة، الفيديوهات وأيضا الصور توضح مدى كارثية الوضع الآن في تلك المناطق، ولهذا الجميع يجب أن يستنفر كافة إمكانياته لخدمة هذا الشعب المنكوب.